ايه رأيكم لو غيرنا في الفطار؟ بس مش هيبقى اي تغيير والسلام. لا، ده هيبقى تغيير مميز جدا. هنعمل فطار جميل جدا، سهل جدا، بسيط جدا، وكمان سريع. والأحسن من ده ان طعمه حلو قوي. تعالوا نجرب كده الفطار ده هنعمله ازاي. وكمان مكوناته كلها موجودة عندنا. معاكم هالة. يا ريت لايك وشير للفيديو لو عجبكم ان شاء الله. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي نص كوباية من الدقيق. هضيف عليها كوباية الا ربع من المية. ودايما متعودين لما بنستخدم كوباية هنعاير بيها كل المقادير. هحط عليهم كمان بضاية ورشة من الملح، وكمان رشة زيها من السكر. يبقى قلنا كوباية من الدقيق، نص كوباية دقيق عليها كوباية الا ربع مية، بيضة، رشة ملح، سكر، معلقة كبيرة من الزيت. بس كده، شايفين المكونات في منتهى السهولة. هنقلبهم كويس جدا. هنفضل كده نضرب فيهم كويس لحد ما المكونات كلها تختلط وما يبقاش فيه عندي اي كتل في الخليط. ممكن جدا نعمله بالهاند بلندر او الخلاط، بس انا شايفه ان كده اسهل يعني. ده القوام المطلوب زي ما انتم شايفين كده. طاسه بقى عندي على النار تكون ما بتلزقش، همسحها بمسحه زيت بسيطه جدا ونخليها تسخن. وننزل فيها كده بالخليط بتاعنا بكبشه او كوبايه صغيره منه، ونوزعه في الطاسه بسرعه. وهنسيبه على نار متوسطه، ما تكونش عاليه قوي ومش واطيه. اقل من دقيقه هنشوف الوش بتاعه من تحت، هنلاقيه بقى لونه ذهبي فاتح كده. هبتدي بقى اقلبه على الناحيه التانية. وهجيب بقى هنا عندي شريحه من الجبنه الرومي، وكمان عليها شريحه من الجبنه الشيدر. نقدر نستخدم اي نوع جبن، يعني لو عندنا ميكس، عندنا موتزاريلا، نقدر نحط الحشو هنا زي ما نحب، بس اهم حاجه يكون فيه جبن. لانشون بقى، تركي، مدخن، اي حاجه احنا عايزين نحطها. بسطرمه زي ما احنا حابين، اللي موجود عندنا نحطه. هبتدي اقفل عليها بقى الناحيه التانية كده، وهدوس علشان الجبنه بتاعتي تبتدي تسيح. هسيبها شويه صغيرين كده، واول ما اللون الذهبي يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي اقلب على الناحيه التانية. خلاص كده اللون، خدت اللون من الناحيه التانية كمان، كده الجبنه عندي ساحت. الكميه دي عملت لي ما شاء الله 4. يا سلام بقى كمان لو معاهم شوية زيتون وشوية خيار وجزر كمان، ويبقى أحلى فطار وبالهنا والشفا.